ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه، انا اسمي سوسنة. لايك وشير وسبسكرايب. النهارده عملنا كوكيز بطريقه سهله وحلوه، ما اقولكيش هالطعم خطير خطير زي الجاهز ويمكن احلى. فادي كده ده الوصفه بتاعت النهارده. بدل ما اقعد اقول لك الكوكي الحلوه دي اتعملت ازاي، يلا بينا ندخل في الفيديو ونشوف الكوكيز دي اتعملت ازاي. يلا بينا في الفيديو. ادي كده يا ست الكل معانا المحتويات بتاعتنا. عايزين 2 ملعقه كبيره من الزبده، انا مستعمله الملعقه المعياريه. عايزين نص ملعقه كبيره من اللبن اللي هو الحليب، 2 ملعقه كبيره من السكر البني، او لو ما عندكيش بني ابيض عادي يمشي. تمام، هجيب البوله بتاعتي ونشتغل في دول. اول نحط السكر والزبده بتاعتنا ونحط اللبن وميكس كويس الحاجات دي نلخبطهم مع بعض. يا ست الكل استعملي حاجة أصغر من كده، أنا هجيب حاجة أصغر من كده. بعد ما عملناه كده مع بعض خلطناه مع بعض، نحط من الملح، وعايزين ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا سائل، ممكن تحطي البودرة بس ربع ملعقة بس. وهنحط الدقيق دول 8 ملاعق من الدقيق السيلف ريزنج. السيلف ريزنج دي اللي هو فيه باكنج بودر. تمام، فأنا هحط 8 ملاعق. برضو المعلقة المعيارية. هنضيف شوكولات شيب يعني بايدنا كده، كمشة بايدنا. يلا نخبط، ما تخافوا هو مفرول كده بس هيمسك. انا هجيب القالب الكبير اعمل بايدي احسن نتحكم اكتر. ادي كده ست الكل اهو عمل معانا مسك، شايفه كده. بس نحطه كده ونشوف هنعمل ايه. انا جبت صينيه دي، حطيت ورق زبده. انا هعمله في الاير فراير، مش هياخد معانا وقت ثواني. عايزه اجيب حاجه عشان اعمل منظر حلو. شوفي يا ست الكل، انا ما عنديش قوالب للكوكيز دي، عندي دي بس هعمل امسكها كده اهو. تمام، هضغط هنا، او ممكن تدوريها تعمليها براحتك. شوفي يا ست الكل، انا عايزه الشكل يعني يطلع شكل حلو. تمام، انت ممكن تدوري لو ما عندكيش اي قوالب. نعمل الثانيه في اخر واحده صغيره. خلاص، انا فتحت الاير فراير شويه عشان يعني يدفي زي الفرن عادي، وهحط شوكولات شيب فوق كده، او ممكن انت خلاص يعني تستكفي باللي انت حطيتيه جوه الكوكي بتاعك. بس كده يا ست الكل. ادي كده يا ست الكل، انا سخنت زي ما حطيت. تحط هي الكوكي بتاعنا. انا عندي بروجرام اللي هو على الكيك، شايفه على الكيك دي 16 دقيقه على 180، فهنشوف هتاخد ربع ساعه. تمام، بعد كده نرجع سوا. ادي كده ست الكل معانا، شايفه ما اقولكيش اخد اللون، اخد اقل من 15 دقيقه يعني. فاضل في الاير فراير فاضل دقيقه يعني على التايم بتاعها. فادي كده ما اقولكيش تحفه. ادي كده يا ست الكل ما خدش معانا وقت. هي دي كنت بعمل تشيك واتكسرت، هندوق مع بعض. بصراحه يا ست الكل فظيع. عارفه كانك بتشتريه من بره بالظبط. يعني انا عشان من الناس بحب الكوكيز بس ما بشتريهاش، مش عشان مكلفه ولا حاجه، بس يعني فقلت هنعملها في البيت ارخص، مش هتكلف. بيقولوا في انجلترا الواحد ب5 استرليني. هنا انا مش عارفه بصراحه بكم عندنا يعني باليورو، فما علينا. ادي كده ما خدش معانا اي حاجه. وبدال ما عندكيش، عشان احنا هنا السكر البني دايما بيكون عندنا، فعلى طول انا بجيب البني والابيض. فانت لو ما عندكيش البني يا ست الكل، برضو الوصفه بالسكر الابيض هيطلع فظيع يعني، ما تشيليش اي هم. ادي كده الكوكيز بتاعتنا، ما اقولكيش وريحته فظيعه. هي الكاميرا ظلمه شويه بس لا خطير بصراحه. انا بصراحه يعني ام سربرايز ان هو طلع فظيع بجد بجد، حلو شديد. لازم تجرب الوصفه دي. وده كان الفيديو بتاعنا يا ست الكل، وصفه الكوكيز النهارده. عيالنا بيحبوا ياكلوا حاجه حلوه، بالذات لما يكونوا بيذاكروا، او احنا اوريدي دخل علينا يعني الشتاء، الجو برد عندنا، فبيكونوا عايزين ياكلوا حاجات حلوه. فعملناه، ما خدش معاي ربع ساعه بس كله على بعض. والاير فراير يعني حوالي 30 دقيقه بس يعني، بالتجهيزات زي ما شفتي ما خدتش معاي وقت. ادي ده كان الفيديو بتاعنا يا ست الكل. اتمنى تجربي الوصفه دي بتاعت الكوكيز، وتكتبي لي في كومنت حلو هل انت بتجربي اي وصفه من الوصفات بتاعتي ولا لا، لغايه لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.